السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا مشتريات الأسبوع حسب الميزانية اللي حطيناها مع بعض. ميزانية شهر 5 في الفيديو اللي فات. المشتريات بتاعتنا الأسعار إلى حد ما يعني نازلة شوية، يعني نازلة في حدود 30 أو 40 جنيه، من 20 وانت طالعة يعني لحد 40 جنيه. تمام. بس البيض امبارح كان او اول امبارح كان ب150، النهارده ب160. ليه مش عارفه، هي الاسعار نزلت بس البيض بصراحه هو نزل وطلع تاني. حتى الفراخ البيضه، الكيلو كان ب86، كنت رايحه اشتري، النهارده ب90. البانيه كان ب200 اول امبارح، النهارده ب205. فالفراخ مش عارفه ايه اللي حصل فيها، بس ما علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعال نبدا مع بعض المشتريات، مشترياتنا الشهريه. وهنبدا اول حاجه، تعال نبدا بالحاجات المهمه قوي اللي هي الزيت. ده اسمه زيت المجري. تمام. ده كانت العبوه بتاعته 200 و يعني 2 لتر و100 جرام. ده كان ب125 جنيه. طبعا في زيت تاني، الزيت اسعاره بادئه من 45 جنيه اللي هي 700 جرام، في ازازه عبوه 700 جرام، وفي 800 كانت عامله 50، وفي كمان وانت طالعه بقى 50 55 60 لحد فوق. العبوه كريستال، زيت كريستال كانت 5 لتر، كانت عامله 300، 300 كانت عامله 295. كانت عامله 295. الزيت اسعاره يعني الى حد ما بصراحه احسن كتير، لان احنا اخر مره اشترينا فيها زيت كانت العبوه ب85 الازازه اللتر، لكن دلوقتي الحمد لله ب60. في انواع ب60، يعني المجري ده ب60 والكريستال وغيره ب65. يعني الكريستال وحلوه ومش فاكره ايه تاني. تمام. ب65. فده اول حاجه نبدا بيها. تعالوا اقول لكم بقى السمنه، عشان السمنه من الحاجات المهمه برضو. انا جبت سمنه كريستال، انا كنت هجيب روابي بالقشطه، بس بصراحه جوزي نسي وجاب لي كريستال وقال لي ما تفرقش. تمام. العبوه دي كيلو ونص. الكيلو ونص عامل معايا 140 جنيه. في اماكن تانية او هايبرات تانية او كده بتبيعوا ب100 وب145، بس المكان اللي انا جبت منه كان بيبيعوا ب140. وفي حاجة تانية، علبة السمن اللي هي 700 جرام كانت عاملة 75 جنيه. والهانم وحاجات تانية، يعني اللي هي الهانم واللي زيها يعني. تمام. كانت عاملة 60 جنيه. وكان في كمان العلبة 3 كيلو من كريستال او روابي او جنة، دول كانوا عاملين 215 جنيه، العلبة 3 كيلو. لكن انا جبت العلبة دي كيلو ونص عاملة 140 جنيه. طيب اشتريت ايه تاني؟ اشتريت بامية بسمة، ودي كانت عاملة 28 جنيه. بصراحة انا دلوقتي مش بلاقي بس يعني البامية بتاعت بسمة خالص، بقعد ادور عليها في كذا مكان، مش عارفة ليه يعني. ايه المشكلة؟ بصراحة مش بجيب غيرهم، يعني مش بجيب غير الخضار، بامية او ملوخية، مش بجيب غير بسمة. لكن الحمد لله ورق العنب او اي حاجة تانية انا بعملها في البيت. دي كانت ب28 جنيه. طيب واشتريت ايه تاني؟ اشتريت ملوخية. اشترينا ملوخية حتى مش من نفس المكان اللي اشترينا منيه، يعني مش من الهايبر ده، من تلاجة على جنب كده. تمام. اشتريت الملوخية كانت عاملة 15 جنيه، برضو بسمة لاني مش بجيب غير بسمة، كانت عاملة 15 جنيه. اشتريت سمبوسة. رانيو. بصراحة الولاد يعني هم اللي صمموا ان احنا نشتري سمبوسة اليومين دول، عشان احنا اصلا يعني حبيناها، وبصراحة انا كنتش بجيبها كتير، بس من ساعة ما جبتها في رمضان وكده عجبتنا، فقلنا نخليها من طقوسنا في الاكل يعني، فهنجيبها على طول. كنت بجيبها في رمضان ب30، ثم ثم ب28. النهارده جبتها ب24، فجبت 2، خصوصا انها ب24. طيب اشتريت ايه تاني؟ اشتريت شعرية رويال.
دي بقى كانوا عاملين عليها خصم حلو قوي، يعني بدل ما كانت ب35 وب33 وكده، جولدن رويال دي كانت عامله 28 جنيه. فاشتريت 2 لان انا مش محتاجه مكرونه، مش يعني عندي الحمد لله انواع المكرونات عندي اللي هي الفرن والاسباجيتي وكده موجود عندي الحمد لله. فجبت الشعريه وكان ب 28 جنيه. طبعا اي مكرونه عندهم عامله برضو 28 جنيه. اشتريت ايه تاني؟ اشتريت جبنه موتزاريلا اللي هي الميكس، تمام. دي كانت عامله حوالي 60 او 55 جنيه، يعني 55 هي 60 بصراحه مش فاكره. البيضه عامل 30 بيضه او الطبق عاملين 160 جنيه. احنا اشترينا 15 بيضه ب 80 جنيه. بصراحه انا كنت فاكره ان البيض هينزل يعني وسعره هيكون حلو يعني كده، بس مش عارفه ايه اللي حصل. يعني هو البيض اللي زعلني بصراحه. ما علينا. الجبنه جبنه عبور دي كانت ب 75 بدل 80. عايزه اقول لكم انها هي ما نزلتش قوي، لان هي اصلا كانت ب 80 وكانوا كل شويه يعملوا عليها عرض في الهايبرات ب 75. يعني يعتبر هي مش يعني ما فيهاش اي جديد، لان أنا كنت بجيبها ب 75 كانوا بيعملوا عليها عرض. اشتريت دريم. بصراحه انا كنت عايزه اشتري الكريمه من محل الحلويات، بس جوزي لقاها قدامه فجابها. كانت ب 18 جنيه. اشتريت كمان فانيليا. استنوا قبل الفانيليا كده، اشتريت دريم اللي هي الجيلي، ده كان عامل 15 جنيه، وده برضو كان عامل 15 جنيه. كنت عايزه اجرب حاجات جديده بس بصراحه ما لقيتش قدام الدريم. اشتريت الفانيليا دول كانوا 8 جنيه. واشترينا 2 بيكنج باودر ب10. اشتريت ايه تاني؟ بما ان الدقيق كمان نزل، الاول كان ب30 و35 وكده، حتى النوع ده بتاع دهب، بس المره دي جبته ب25 الكيلو. فاشتريت 2 كيلو عشان يفضلوا معايا الشهر كله. وانتوا عارفين ان انا مش بشتري عيش على بطاقه التومين، لا باخد الدقيق البلدي. لما تزنقي فيه تبيعيه، لما يعني بتخبزي منه عيش، بتخبزي منه كل حاجه. وكمان خبزت منه كحك العيد. بس عشان الدقيق كان غالي قوي بتاع الفينو ده يعني من السوبر ماركت. ف تقدري تخبزي منيه كحك العيد، تقدري تخبزي منيه يعني تعملي بيه اي حاجه. فعشان كده جبت شويه 2 كيلو، وانا اصلا عندي دقيق بلدي، تمام. بس ده بجيبه كده اهو، اللي هو يعني الكيكه ساعات بضيف معاه وكده. طيب ايه تاني؟ اشتريت عسل. العسل ده كان عامل 20 جنيه، اسمه القزبري. بصوا يا جماعه، العسل ده احنا يعني ان شاء الله هيزيد منه كتير. الشاي بقى، العسل قلت لكم سعره كان عامل 20 جنيه. الشاي بقى كان عامل 55 جنيه. الشاي برضو ما نزلش، يعني برضو ما نزلش الشاي. مستنيين برضو ينزل الشاي، بس هو عشان متهيألي عشان الضغط على شاي العروسة، عشان شاي ليبتون المقاطعة، فهم مغليين الشاي بتاع العروسة. ما علينا. اشتريت كمان كاتشب اسمه جاردينو اهو. العبوة دي كانت عاملة 40 جنيه. العبوة دي ب40 جنيه، بس هي كام جرام عايزة اقول لكم صراحة مش شايفة، بس هي العبوة الحلوة دي كلها ب40 جنيه. بس يا رب تطلع يعني تطلع كويسة الطعم بتاعها. اشتريت كمان طحينة لامي. اول مرة اجيب الطحينة دي، واول مرة اجيب العسل ده، واول مرة اجيب الكاتشب ده. الطحينة دي كانت عاملة 25 جنيه برضو. مش عارفة ايه ظروفها بصراحة. في حاجة تانية؟ لا.
واخيرا لقيت بهارات مش مقاطعه، اللي هي كفته الحاتي، وده اسمه ويلز. بس بصراحه مش فاكره سعره بكام. بس عايزه اقول لكم ان انا كنت بدور على حاجه اساسا شبيهه لكده، بس للاسف الحاجه بتنزل عندنا في الصعيد متاخر، يعني اخر الناس. تمام. فجبته برضو، جبت كيس، بس مش عارفه، مش فاكره بصراحه بكام. اللانشون نص كيلو كان عامل 48 جنيه. كان عامل 48 جنيه. ده كله من ضمن الفاتوره، يعني ما زادش حاجه. برضو فاضل معايا 150 جنيه. اشتريت برضو كلور ابيض. هو انا متعوده اجيب اللي هو الجيركن الكبير، بس المره دي ما قلت اغير يعني واجرب حاجه جديده، خصوصا لما لقيت الماركه بتاعه بريكس. بصراحه قلت اجربها واشوف اشوف حلو ولا. تمام. بريكس طبعا مش مقاطعه يا جماعه، صح؟ ان شاء الله مش مقاطعه. فده كانت العبوه دي كانت ب15 جنيه. انا اول ما لقيتها قلت لازم اجربها، لاني مش مجرباها بصراحه قبل كده. جربته في التنظيف التاني، بس الكولر الابيض بصراحه ما جربتوش قبل كده. طيب اشتريت صن سلك، وبرده صن سلك متهيألي مش مقاطعه ان شاء الله. تمام. ده كان عامل 60 جنيه. وانا كنت بدور على شامبو كويس، وقلت له هات لي ايفا، بس بصراحه ايفا ما كانش موجود في السوق خالص. واشتريت كمان اوكسي ب25 جنيه. اشتريت العبوه الكبيره بالمره. هو مش هياخد معايا غير يعني اسبوع 10 ايام، بس قلت بشتري تاني وقت ما احتاج. عايزه اقول لكم كمان ان في اوكسي جل نازل جديد، تحفه تحفه تحفه. مش عارفه نازل جديد ولا انا اخر واحده استعمله بصراحه. كنت بستعمله الشهر اللي فات، بس للاسف ما لقيتهوش في السوق، يعني دورت عليه كذا مره عند كذا محل، او جوزي يدور عليه عند كذا محل ما لقوهوش. فجاب لي اوكسي من ده، وان شاء الله هدور عليه تاني في محلات تانية، وان شاء الله هجيبه. زي ما قلت لكم ده ب60، ودي ب25، ودي ب15. بصوا انا الموظفات مش محتاجه غير دول، يعني الاسبوعين دول ان شاء الله مش محتاجه غير دول. لو احتجت حاجه تانية انا معايا برضو الفلوس بتاعه المشتريات الاسبوعيه هشتري مني. انتوا عارفين اني بحب يعني اشتري الحاجه حاجه قصاد حاجه، فاهمين ازاي؟ طيب يا حبايبي، عايزه اقول لكم الطلبات دي دول من عند العطار، ودول كانوا عاملين 200 جنيه لوحدهم، يعني على جنب كده كانوا عاملين 200 جنيه. اول حاجه الفول ب 30 جنيه الكيلو. انا كنت فاكره ان هو 35، بس الحمد لله طلع ب 30 جنيه الكيلو. الفشار الكيس ده متهيألي ربع كيلو ولا حاجه، كان عامل 20 جنيه. كنت بجيبهم ب10 زمان بقى. الفاصوليا الكيلو عامل 80 جنيه، فاشتريت ربع كيلو. ربع كيلو ب20 جنيه. الكيلو كان عامل منها 80 جنيه. عايزينها ترخص شويه الفاصوليا، مع انها دلوقتي بقت من اعدائي عشان القولون. الفول ده نص كيلو. الفول البصاره جبت نص كيلو عشان يمسك معايا الشهر كله. ده كنت عاملاه، كنت جايباه ب30 جنيه، برضو الكيلو ب60. العدس برضو الكيلو ب60 جنيه، برضو اشتريت نص كيلو ب30 جنيه. ايه تاني؟ الكمون شويه دول كانوا عاملين 20 جنيه. الترمس والله ما فاكره، الترمس كان ب25 او ب20. جبت نص كيلو. ليه؟ ما هو مفيش عيد ولا حاجه، بس بصراحه لما بنطلع الدنيا صيف وكده، لما نطلع نروح الكورنيش وكده هنحتاج ترمس معانا، نقعد لنا قعده حلوه كده على الكورنيش. تمام. اشتريت ربع كيلو عدس بجبه، وده كان عامل 15 جنيه. وبس كده حبايبي، دي مشتريات الشهريه بتاعتنا اللي هي اللي اتعودنا عليها كل شهر باذن الله. ان شاء الله هعمل معاكم فيديو عن مشترياتنا الاسبوع، وهوريكم اشتريت ايه اللحوم. يا رب يا رب الاسعار تنزل تاني بتاعت الفراخ واللحوم وكده ان شاء الله. يعني هشوف الاول ايه الاسعار وبعدين هشتري.
وممكن استنى يومين كده ولا حاجه واشوف يمكن الدنيا تهدى معايا وتنزل شويه واعرف اشتري كويس. عايزه اقول لكم الطلبات دي ب1000. الطلبات دي اتفضل منها 150 جنيه. يعني الطلبات دي كانت ب1000، يعني الطلبات دي كانت ب1250 جنيه. تمام، اتفضل معايا 150 جنيه. ال 150 جنيه هاخدهم احطهم على مشتريات الاسبوع عشان ازود معايا في اللحوم، او ممكن اشيلهم او ممكن اشيل منهم 50 احطها في الحصاله واحط ال100 على الفلوس اللي مقسماها للاسبوع. تمام يا حبايبي، اشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك للفيديو. عايزه لايكات حلوه كده ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم فيه مشتريات الاسبوع بالاسعار بتاعه اللحوم والاسعار بتاعه الفواكه والخضروات، لان الخضروات غاليه اليومين دول عندنا خالص. تمام، فعايزه اشوف الاسعار زي عندكم ولا لا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.